بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجنا نفحات رمضانية. هذا اليوم سنتحدث عن موضوع أزعجني كثيرا، وفي الحقيقة سيؤذي أو يؤذي مشاعر كثير من المسلمين، وخاصة أنه يحدث في بلاد الحرمين، في بلاد التوحيد، في بلاد تمثل قبلة المسلمين من أبناء المسلمين. أسميت هؤلاء لماذا؟ لأن الدواعش استباحوا الدماء، واستباحوا الخروج على ولي الأمر، واستباحوا الأمن، واستباحوا الحرمات. وهؤلاء استباحوا حرمة الشهر، استباحوا عظمة شعائر الله سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. استباحوا أمن الوطن، استباحوا مشاعر المسلمين، استباحوا مشاعر آبائهم وأهلهم. نعم، إنهم دواعش رمضان. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الذين أساءوا في الحقيقة لهذا الوطن الذي هو قبلة للمسلمين، الذي هو صورة مشرقة أمام العالم الإسلامي كله. في الحقيقة لا أدري ماذا أقول أمام هذه الظاهرة، وأمام هؤلاء الشباب الذين أصبحوا في كل صباح من رمضان، وفي كثير من مناطق المملكة للأسف، وكثير من مدن المملكة في كل صباح التفحيط، التدخين، الأكل والشرب جهرا وأمام الناس. يعني عندما يبتليك الله سبحانه وتعالى وتكون في استراحة أو في غرفة أو في بيتك أو في أي مكان وتفطر أو تعصي الله سبحانه وتعالى فيسترك الله، فالحمد لله، سترك الله والله سيتوب عليك بإذن الله. ولكن أن تجاهروا أمام الملأ وبالمعصية فهذا والله ما لا يرضى. أريكم مقطع، تفضلوا. هل هذا بالله يرضي عاقل؟ في نهار رمضان العام الماضي، في نهار رمضان، تفحيط، سرعة، إطلاق نار. إذن لماذا لا أسميهم بهذا الاسم؟ سأسميهم، وأظن العقلاء سيتفقون معي على ذلك. في مجلة الوفاق تقريبا قبل 3 سنوات عملت دراسة، ذهب المحرر إلى مواقع الشباب اللي يجتمعون. أحدهم قال والله تقليد، أحدهم قال لا، تحدي مع زملائي، تحدي، نتحدى ونفطر قدام الناس ما عندنا أي مشكلة. وآخر ماذا قال؟ قال لا، أنا أعملها كأنها من باب الرجولة والافتخار. والآخر قال لا والله خربان يعني خربان. قال شلون خربان؟ قال يعني خربانة الدنيا وآخرة. فسألهم أعمالكم؟ قالوا يعني ما عندنا أعمال. سألهم سؤال آخر، لماذا تفعلون ذلك؟ قالوا والله سهر، ثم بعد ذلك نخرج ما فينا نوم، هل لاهين عنا، أو بالأحرى يعني ماخذين راحتنا ونفطر. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وعند المسلمين مقرر أن من أفطر عمدا في رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني وشر من مدمن الخمر، ويظنون به الكفر والزندقة والانحلال. كل ذلك لما استقر في قلوب المسلمين صغارا وكبارا عظيم حرمة الشهر
وأن حرمته تكون في صيامه. لذلك هؤلاء الشباب لا بد أن يؤخذ على أيديهم فهم سفهاء قبل أن يشتمل الهدم على البناء والكدر على الصفا، قبل أن يصبح الأمر ظاهرة، وأظنه الآن أصبح، لأن هذا الأمر أنا أعرفه من قبل 3 سنوات أو 4 سنوات، ولكن كانوا خارج المدينة، الآن أصبحوا داخل المدن يفعلون ذلك. يعني أصبح الأمر مصيبة عند السكوت عليه. فأدعو ولاة الأمر بالأخذ على أيدي هؤلاء وبكل قوة ليرتدعوا عن هذا الفعل. وأنا أدعو هؤلاء الشباب إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فالله غفور رحيم. إن قصرنا فالله غفور رحيم، إن أذنبنا فالله غفور رحيم، ولكن إذا بليتم فاستتروا. والله سبحانه وتعالى يدعوك فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه، ومن كل مخرب ومفسد يريد إفساد شباب المسلمين وشباب هذه البلاد. والله ولي التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة.